فاكر زمان لما العميل كان بيشتري من أول مكان بيدور عليه ويقابله؟ دلوقتي العميل بقى يخش في دوامة كبيرة، بيقارن ويبحث ويشوف آراء صحابه ويرجع ويغير رأيه وهكذا. السؤال هنا هي الناس بتفكر ازاي وهي بتشتري؟ ايه اللي بيأثر فيهم وايه اللي بيخليهم ياخدوا قرارات معينة؟ لما قررت أبحث وأدور كتير في الموضوع وصلت للتحليل المنطقي والحل النهائي للموضوع ده. دورت على علم البيهيفيرال ايكونومكس، وده علم بيجمع بين الاقتصاد وعلم النفس علشان يفهم ليه الناس بتتصرف بطريقة معينة لما بتيجي تشتري حاجة أو تاخد قرار، وإزاي العلم ده بيقدر يساعد البراند إن هي تظهر في الوقت الصح وفي المكان الصح وللزبون الصح. وده عشان توصل لحاجتين: تزود المبيعات اللي هي السيلز كونفرجن، وتبني حب للجمهور اللي بيسموها البراند لاف. وهنا أنا قدرت أوصل لتحليل جوجل للموضوع واللي خد منهم سنين عشان يقدروا يوصلوا للنتائج دي، وأنا النهاردة جاي عشان أنقلهولك بكل بساطة. There are a lot of irrational emotional behaviors that come into play when people make purchase decisions, and that is the space that we're calling the messy middle. دان مونهيت اللي هو استراتيجي دايركتور والكامباني فاوندر بتاع وكاله اسمها هارد هات بيقدم اول حلقه من سلسله اسمها اكسبلورينج ذا ميسي ميدل. وهنا هو معاه في الحلقه دي اتنين مهمين جدا من شركه جوجل: راتشل بويل، ودي تبقى في جوجل الهيد اوف كونسيومر ماركت ريسيرش، والتانيه هي كريستين سوتر، ودي تبقى في جوجل الهيد اوف استراتيجي اند انسايتس. والاتنين دول هم متخصصين في سلوك المستهلك، الكونسيومر بيهيفير، يعني بيدرسوا الناس بتفكر ازاي وهي بتشتري، ايه اللي بيأثر فيهم وليه بياخدوا قرارات معينه. يعني ايه بقى ذا ميسي ميدل؟ كريستين بدات تشرح بمثال وبتقول ان هي ساكنه في سيدني، والسنه اللي فاتت قررت هي وجوزها ان هم يسافروا علشان يحضروا بطوله في التنس، لان جوزها بيك فان للتنس، والبطوله دي كانت في استراليا. فهي قبل ما تسافر بدات تدور على هوتيلز تحجز فيها اليومين ثلاثه اللي هم هيقعدوا فيهم هناك. وطبيعي جدا ان اول حاجه جت في دماغها ان هي تحجز في فندق جراند حياه، لان هي دايما بتنزل في الفندق ده لما بيبقى عندها شغل هناك. وكمان هي في حاجه اسمها اللويالتي ممبر في الفندق ده، يعني هي عندها بوينتس لما بتحجز كل مره بتاخدها، والبوينتس دي بتبقى عباره عن خصومات على المرات اللي بعدها وهكذا. فهي كانت متاكده ان هي هتحجز في الفندق ده. لكن هي برضو كالعاده بدات تشوف الاسعار وتاخد افكار، وبدات تشوف الفنادق اللي قريبه من البطوله كلها. لكن هي كل تفكيرها كان رايح في اتجاه ان هي هتحجز خلاص في فندق جراند حياه. لكن هي اثناء ما كانت بتدور هي بتحكي ان حصل غريبه جدا. هي لقت فندق جديد موجود في نفس المكان وعنده نفس عدد الريفيوز وعنده تقريبا نفس الباكجز بتاعت الاسعار او قريبه منه، لكن هو كان في ميزه واحده زياده مش موجوده في جراند حياه، والميزه دي كانت هي الفري بريكفاست. وهي بتقول ان الفري بريكفاست ده بس خلاها تغير رايها وتحجز في الفندق ده. والمضحك اكتر ان هي بتقول ان هي اصلا اليومين اللي قعدت فيهم ما جربتش الفري بريكفاست ولا مره، لان هي وجوزها كانوا بيضطروا ينزلوا بدري جدا عشان يلحقوا الماتشات بتاعت البطوله دي. ولكن السؤال هنا هو ايه علاقه ده بالميسي ميدل اللي جوجل اتكلمت عنها؟ خليني اقول لك ان القصه دي هي المثال الحقيقي للميسي ميدل. لو جينا بصينا على كريستين من منظور تسويقي كده من بعيد، هتلاقي ان دي عميله اولا لويال لفندق جراند حياه وعارفه البراند وعندها بوينتس فيه وفي اللويالتي ممبر بتوعه، فبديهي جدا ان هي هتحجز فيه من غير تفكير. لكن اللي حصل على ارض الواقع كان مختلف، واللي خلاها تغير قرارها هنا هو ما كانش المنطق. اللي خلاها تغير قرارها هو احساس ان هي بتاخد اكسترا فاليو في مكان تاني، حتى لو الاكسترا فاليو او القيمه دي هي فطار، يعني حاجه بسيطه جدا. لكن القرار اللي هي خدته وقتها ما كانش قرار راشونال، يعني ما كانش قرار عقلاني، لا هو كان قرار ايموشنال، يعني كان قرار عاطفي. وهو ده بالظبط معنى الميسي ميدل. الميسي ميدل باختصار هو الجزء اللي في النص ما بين انا قررت اشتري وانا اشتريت فعلا. الجزء ده بيحصل فيه كل الحوسه من المشاعر بتاعتنا: مقارنات، تأثير، إعلانات، ريفيوهات، انفلونسرز، آراء صحابنا، وحاجات زي دي كتير طبعا. والقرارات فيه بتبقى مش دايما منطقية. وهنا أنا جاي أشرح لك إن الميسي ميدل هي اللحظة اللي بين الزبون بيفكر هيشتري إيه وبين هو فعلا هيدوس على الزرار بتاع الباي ويشتري من المكان ده فعلا. والمرحلة دي بالذات جوجل بتأكد إن هي فيها كل حاجة تتخيلها. الكلاينت بيفكر في إيه، بيشوف إعلانات إيه، بيقارن بين البراندز وبيقرا ريفيوز وبيتأثر بكلام صحابه والانفلونسرز اللي هو بيتعلق بيهم أو بيتابعهم. يعني دي مرحلة حاسمة تخلي اي زبون يشتري البرودكت او السيرفيس بتاعتك، لانها مرحله مليانه مشاعر وتفكير وتاثير. وهي مش خط مستقيم او فانل مستقيمه بتبدا بالاويرنس وبتنتهي عند البيرشيز زي ما كنا احنا عارفين زمان. وعلشان المرحله دي معقده جدا، جوجل بقالها سنتين بتعمل التحليل ده وجربته على اكتر من 300 الف بني ادم عشان تقدر تحلل سلوكهم كل واحد فيهم بالتفصيل. طيب ليه جوجل مهتميه بسيرش قوي زي ده وخد منها وقت كبير؟ اولا عشان يقدروا يحسنوا البرودكتس اللي هم بيقدموها وتجربه المستخدمين اللي بيستخدموا الفيتشرز بتاعت جوجل، لان هم هنا لما هيفهموا الناس بتفكر ازاي هيقدروا يوصلوهم للرسائل اللي هم عايزين يوصلوها، سواء على يوتيوب، سواء على جوجل ادز، سواء على السيرش، سواء على اي تول انت بتستخدمها من جوجل. النقطة التانية ان هم عايزين يساعدوا الماركتيرز او الشركات الادفيرتايزنج ان هي ازاي تقدر توصل
لليوزر بتاعها في الوقت الصح وفي المكان الصح اللي هو فعلا بيكون بيفكر فيه يشتري. وكان الهدف من الفيديو ده ان انا اشرح لك ازاي البراندات الكبيره بتعرف تفك اللغز ده خطوه بخطوه، وازاي نقدر نفهم ونحلل المرحله اللي في النص اللي كلها عشوائيه دي ونقدر ناخد منها اكبر مكاسب ممكنه. فلو الفيديو ده عجبك اعمل سبسكرايب، لان الحلقات الجايه انا هشرح لك الميسي ميدل بالتفصيل، وهنتكلم عن الانحيازات النفسيه اللي جوجل قالتها في السيرش خطوه بخطوه، وكل انحياز فيهم هو بيؤثر بشكل ما في اي بني ادم فينا بيستخدم منتج او خدمه جديده. فلازم تتابع الفيديوهات اللي جايه وهشرح لك كل حاجه فيهم بالتفصيل.